كتير بنكون عايزين نحط PDF على فيسبوك بيج وما بيكونش موجود الاوبشن ده. فالطريقة السهلة ان احنا بندخل على www.dropbox.com وبنعمل عليه account sign up عادي، بتحط الايميل والاسم والباسورد، وبعد كده بيجيلك ايميل وبتعمل activating للاكاونت بتاعك. بعد كده بتدخل على dropbox.com وتعمل sign in، وبتلاقي في التول بار اللي على الشمال كلمة files، بتدوس عليها وبتختار upload وبتحط ال PDF بتاعك. وبعد كده هو بيتحمل. زي ما انت شايف هو بياخد وقت على حسب مساحة ال PDF. مجرد ما بيتحمل ال PDF بيديك علامة صح وبتدوس على كلمة done. بعد كده بتلاقي جنبه كلمة share، بتدوس على share، بيديك لينك. اللينك ده بيكتب تحته anyone with the link can see it، فانت بتعمل رايت كليك بتاخد اللينك، وبعد كده بتروح تحط اللينك ده دايركتلي في صفحة الفيسبوك بتاعك. طيب لو انت عايز تعمل شورتنينج لللينك، لو اللينك شوية بيكون طويل وانت عايز تصغره، في الحالة دي انت بتدخل على سايت اسمها bitly.com. برضو على bitly.com انت بتعمل ساين اب، بتحط الاكاونت بتاعك. بعد كده بتروح هنا paste along URL here to shorten، بتعمل right click بتعمل paste وبتدوس على العلامة دي وبيديك لينك صغير بيكون طبعا شكله افضل بكتير. بتدوس على كلمة copy كده يتعمل له copy. حتى لو رحت دوست في براوزر جديد فتحت وحطيت اللينك ده، هتلاقي ان هو فتح لك اللينك بتاعك اللي انت كنت عايز تحطه. طبعا بيبقى شكله افضل بكتير ان انت تحطه من اللينك الطويل قوي اللي الدروب بوكس بيديهولك.